اهلا صديقاتي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديد على القناه كما العاده. هذا الفيديو عباره على وصفه ديال الرجيلات تحت طلب بعض السيدات الغزالات ديالي، اللي دائما كيتواصلوا معايا في الخاص وكذلك على الصفحه ديالي ديال الانستغرام. كيسولوا فيا، كنقول لكم انا راني وليت شويه الحمد لله، بحكم اني كنت مريضه وغبرت عليكم. ولكن ما عندي ما ندير لانه صافي دابا شي راه دخلت في 3 سيمان وانا مريضه. مي الحمد لله راه الصوت ديالي غادي يوريكم. ولكن ما نسيتكمش، كيف ما وعدتكم غنحط لكم الوصفه. هاد الوصفه اللي طلبوها مني بعض السيدات، وهي ديال الرجيلات اللي كيكونوا مشققين ناشفين حالتهم لحاله. فانا غنبارطاجيها معكم. هي وصفه جد سهله ولكن المفعول ديالها فهو زوين، يعني كتعطي واحد لوفي اللي هو غزال رائع. كترطب، كتزول التشققات، كذلك حتى داك التكشبير وديك النشوفيه كتزولهم، بحكم كاين بعض السيدات ولا هكا اللي كيكونوا كيصليو ولا يقبل. فالماء يوميا، مطلوب يوميا، حتى هو كيسبب هذيك النشوفيه في الرجيلات والقدام ديالنا. كاين الناس اللي كيمشيو بالحفه، فضروري تكونوا كتلبسوا يعني هذا لي بابوش ديالكم في الدار. ضروري من الترطيب. الترطيب ضروري البنات، لا اليديدات ولا الرجيلات. فلا ما كنتوش كترطبوا يديداتكم ورجيلاتكم فراه كيوقع لهم هذاك التشقق وكينشفوا وكيولوا حالتهم لا حاله. فضروري من العنايه، كيف ما كتعتني بشعرك وبوجهك حتى اليديدات والرجيلات فراهما سر جمال المراه. يعني المراه راه كتبان غير من الرجيلات ديالها واليدات ديالها، الوداد ديالها عفوا، الا كانوا زوينين راه كتعرف بان السيده راه هي مهليه في راسها. المهم ما نطولش عليكم. الوصفه ما فيهاش بزاف ديال المكونات جد بسيطه وغير مكلفه. اول حاجه غادي نحتاجو ليها وهي الشمع. ها هي البنات شمع غزال في التشققات ديال الرجلين، يعني كيصلح كيسد هذاك التشققات اللي كيكونوا في القدام، كذلك كيرطب. غنحتاجو شمعه كيف ما كتعرفوا راهي دايره غير درهم ولا درهم ونص، يعني غير مكلفه. الزيت راهي عندنا في المطبخ ديالنا، يعني زيت المائده، الزيت اللي كنطيبوا بها العاديه. وغادي نحتاجو الزيت ديال الجليسيرين، هذا هو اللي غادي تشريوه فقط. وزيت الجليسيرين كذلك راه غير مكلف. بالنسبه لزيت الجليسيرين فراه غادي تلقاوه في الصيدليات، كذلك في شبه الصيدليات ولا عند ناس مختصين في الزيوت. بالنسبه للثمن ما نقدرش نقول لكم لان كل واحد وبشحال كيبيع. اوكي، دابا البنات غادي ندوزو باش غادي ندوب الشمعه ديالي. اول حاجه كديروها وهي كتشدوا الشمعه كتقطعوها قطع، كتزولوا الخيط وغادي نديروها في واحد بول ولا كاسرونه وغندخلوا عليها الزيت وغادي ندوبوها. انا غنمشي ندوب الشمعه ديالي باش ما نطولش عليكم الفيديو، ابري نرجع معكم. البنات انا رجعت معكم من بعد ما ذوبنا الشمع ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هانتوما دابا غادي نخويه. كتاخذوا شي قريعه بحال هكا ديال الزاج وغادي نخويه نيشان فيها هكا باقي سخون. شفتوه؟ ها هو نيشان، نخووه في شي حاجه. اوكي، وغادي نزيد عليه الزيت ديال الجليسيرين. وراه اون فوا كتخووه راه غادي يجمد. نديرها واحد الكميه، يعني واحد المعلقه، هانتوما كميه ديال معلقه صغيره ديال زيت الجليسيرين. هانتوما صديقاتي من بعد ما ذوبت الشمع مع الزيت كيف ما كتشوفوا، زدت عليه معلقه صغيره عامره ديال الجليسيرين اللي هي هذه، هانتوما كيف ما كتشوفوا. وغادي نخلط مزيان. البنات سي ميو انكم تقلبوا على شي حاجه وتخووها نيشان فيها. علاش؟ لانها غادي تجمد. هانتوما شفتوها كيف بدات كتجمد؟ نقرب لكم، هانتوما راه دغيا كتبدا كتجمد. يعني سي ميو تخووها في ديك الحاجه اللي غادي تبداو كتستعملوها منها نيشان. اوكي، واحد الاضافه البنات الا بغيتو نتوما تضيفوها، انا ما كيعجبنيش اني نضيفها، وهي الا بغيتو تعطيو داك لو في ديال يعني
تزنقوا الرجيلات ديالكم، فكتضيفوا لها فقط واحد القليل من العكر الفاسي. ها هو كتضيفوا لها واحد القليل، فراه كتولي يعني كتعطي داك لو في ديال كتحمري الرجيلات ديالك، يعني منها ماسك ومنها هذا. اما انا كناخذ بحال هذا، ها هو نقرب لكم، كناخذ بحال هذا راه مرسومين فيه رجيلات كيف ما كتشوفوا، هذا زوين. هانتوما المهم انا غير بارطاجيتهم معكم، يعني كاينين كريمات يعني بوحدهم ديال الا بغيتي تعطي داك لافي، يعني رجيلات حمامرين زوينين، فراه كاين يعني بلا ما تضيفوا بغيتو تضيفوا الكرفاسي فلكم الاختيار. المهم هذه غير ك يعني كمعلومه ضفتها لكم. بليس البنات ضروري 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 من الترطيب. انا ما غنشاركش معكم الماركه، لكم الاختيار، يعني لكم الاختيار في اي حاجه بيتو ديروها. كاين لاروش، كاين سيغاف، كاين بزاف في لا فارماسي، فهادو واعرين في ترطيب ديال الرجيلات. غير هو واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، ضروري من الترطيب. فملي ما كترطبيش الرجيلات ديالك فراه كيوقع هذاك التشقق، كيوقع هذاك الجفاف في القديمات، كيولوا حالتهم حاله. ضروري من الترطيب. وحتى الا ما عندك حتى حاجه راه ممكن انك تستعملي فازلين، راه حتى هي كترطب وزوينه. ما عندكش فازلين فحتى زبده الشيا راهي كتباع في الصيدليات، راه حتى هي زوينه في الترطيب، يعني دهني رجلك مزيان بها وديري التقشيرات، فراه زبده الشيا واعره في الترطيب. صديقاتي هانتوما كيف ما كتشوفوا، هانتوما شفتوها. علاش قلت لكم نيشان تخووها في شي حاجه اللي غادي تستعملوها منها نتوما ولات اون كريم. يعني هذه الا مشيتي شريتيها من الاسواق فراه غتشريها بواحد الثمن اللي هو يعني غالي، فعلاش ما تستعمليهاش بوحدك في البيت ديالك. هانتوما ودابا غادي نهز معكم واحد الكميه، هانتوما كما فاسيل دغيا، هانتوما وغادي نحطها بحال هكايا. هانتوما شفتوا البنات، هانتوما دغيا زوينه كترطب. هانتوما شفتوها، عرفتي كتعطي واحد الترطيب واعر البنات، غزال غزال. فهمتوا بليس اننا درنا فيها الزيت ديال الجليسيرين، والزيت ديال الجليسيرين راه هو مرطب ومبيض في نفس الوقت. فبالنسبه لطريقه الاستعمال البنات فراه غتستعملوها يوميا، يعني كل نهار. يعني ملي تسالي الشغالات ديالك تبي تنعسي دهني رجلك مزيان ولبسي التقشرات وخليها تشرب ليك في رجيلاتك. ما بغيتيش ديريها بالليل فراه غديريها يعني في النهار ملي تكوني كتشقاي، دهني رجلك مزيان وتلبسي التقشرات وتخليها ترطب لك رجيلاتك. وملي تبي تخرجي راه غتحصلي على واحد النعومه اللي هي غزاله، يعني حتى الا لبستي الصنيدله ديالك فغيبانوا لك القديمات كيشعلوا، وبالخصوص الا زدتي فيها يعني هاد لو في ديال التوريد، يعني الا زدتي دخلتي عليها العكر الفاسي فغيبقاو رجيلات حميمرين. فانا ما بغيتش نضيفو كيف ما قلت لكم، نتوما الا بغيتو تضيفوه بغيتو رجيلاتكم يكونوا حمرين فضيفوها، غتعطي هذاك لو في ديال يعني يكونوا القديمات حميمرين. وبصحة والراحة. نتمنى انني نكون فتكم، نتمنى انني نكون لبيت طلب هذوك السيدات اللي طلبوا مني هاد الوصفه، وغادي تعجبكم. غير استعملوها وراه هي زوينه وبزاف، وبصحه وراحه. ونخليكم الى فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.